هتغيري مفهوم البطاطا. شايفين البطاطا ولا اروع حاجه كده تدفي وتدفي القلب قبل العيد. يعني بسم الله ما شاء الله تحفه. عايزه تدفي اولادك، عايزه تاكلي انت حاجه حلوه طعمها مختلف. غيرنا مفهوم طعم البطاطا المعتاد المشويه او المسلوقه بالطريقه دي. تعالوا بقى لما نعمل كده. غسلنا البطاطا كويس قوي ونضفناها كويس جدا من الطين ومن الحاجات اللي فيها وشطفناها كويس. وهبدأ ان انا اقطعها شرايح، لو حابة تشيلي القشرة تقشريها بالمقشرة مفيش مشكلة خالص. انا حبيت ان انا اعملها كده عشان تكون متماسكة واعرف اقلبها كويس. رصيتها في صينية بالشكل ده، وهبدأ ان انا احط معلقتين من القرفة ونص كوباية من السكر. حابة تقللي الكمية مفيش مشكلة خالص، حابة تحطي قرفة بس مفيش مشكلة خالص، بس السكر يعني ضروري للكرملة. معلقة من الزبدة ودي اختياري، دي من عندي، هتخلي طعم البطاطا في حتة تانية خالص. حطيتها بقى على نار هادية، بدأت تكرمل معايا بالشكل ده. هقلبها بحيث ان الطعم الكرملة تبقى فوق وتحت. طلعت بقى بعد مثلا يعني ربع ساعة بالشكل ده. قمر، حاجة كده طعمها في حتة تانية خالص. بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. الصوص بقى ده صوص الكراميل دوت، طعمه يعني صراحة رهيب. حطي بقى من الصوص ده وكلي بالهنا والشفا. وفي تركاية كده من عندي، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة كده رهيبة وريحتها قلبت البيت كله. دفي ولادك بقى واعمليها. وفي تركايه كده من عندي بقى، حته قشطه كده من فوق، اختياري، اللي مش حابب ما يحطهاش. بحبكم في الله. لو عجبكم الفيديو لايك